مرحب بكم. النهارده معانا قضية وجريمة صعبة قوي قوي قوي. يمكن صدمت رجال الشرطة قبل ما تصدم أي حد. صدمت رجال الشرطة في منطقة في السويس، في منطقة الأربعين. طبعا جاء بلاغ للشرطة إن في سيدة في دم في شقتها وفي بلاوي، سيدة كبيرة في السن. المهم البوليس ذهب للمنطقة ذات نفسها وللشقة، لقى سيدة في عمر 85 سنة مرمية في الأرض، والسرير بتاعها عليه دم، والأوضة بتاعتها متبهدلة وعليها دم. طبعا البوليس بعد التحريات وكده اتضح ان اللي عمل فيها كده شاب عنده شاب موظف كمان، يا ريته مثلا جاهل او ما بيكتبش او كده، لا ده شاب موظف راقب الست دي بالليل لغاية لما جه الفجر. راح طبعا داخل عليها من الشباك وكتم بقها وقام باغتصابها، لدرجة ان هو بعد ما اغتصبها الست حبت تصوت وكده، بقى يضرب فيها لغاية لما نزل لها اسنانها كلها. شوفوا قد ايه يا جماعة، شوفوا قد ايه الصدمة. انت شفت فيها ايه الست دي؟ اثارت غريزتك. ست عندها 85 سنة مش قادرة ترفع ايديها ولا رجليها ولا تمشي ولا تروح ولا تيجي. ها، شفت انت ايه علشان تغتصب واحدة عندها 85 سنة، ولا صغيرة ولا كبيرة؟ اللي ليه ام يا جماعه ما يسيبهاش، اللي ليه ام يحافظ عليها، اللي ليه ام ما يسيبهاش لوحدها. الذئاب البشريه ما بتعرفش كبير ولا صغير، ما بتعرفش سن الست دي كبيره ولا صغيره. هي اثارت غريزته وهي عندها 85 سنه. يعني بجد بجد احنا في اواخر الزمن. اللي ليه ام ما يسيبهاش لوحدها. يا ريت تحافظوا على امهاتكم لاخر يوم في عمركم. والسلام عليكم.